بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نرحب بالدكتور كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء والوزير المرافق، ونحيي السفراء الدكتور الحارث إدريس والدكتور عبد الله. وحقيقة نحن مقدرين جدا ما تقومون به من جهد لدفع الدولة في المسار الصحيح. نرى بعض الأصوات الآن تحاول أن تحرف حكومة الأمن عن مسارها في حديث عن العمل السياسي داخل السودان، وكأن الحرب قد وضعت أوزارها يعني. وده أنا في وجهة نظري هو نفسه جزء من المؤامرة. حكومة الأمن دورها هو دعم القوات المسلحة. الآن نحن لا زلنا في حالة حرب، وحماية ظهر القوات المسلحة على الأرض. ده هو دور حكومة الأمن الآن، ونحن ما بنكلف حكومة الأمن فوق طاقتها. افتكر ده لو قاموا لنا بالجهد ده، دعم القوات المسلحة وحماية ظهر القوات المسلحة، نحن بنكون كده وصلنا لكل ما نرجو إليه إن شاء الله. عندي بس ملاحظة حقيقة ظهرت في يوم 19 ديسمبر. بعض المجموعات اللي هي هدمت الدولة قبل الحرب وبعد الحرب ظهرت، ونحن من هنا بنحيي السيد الرئيس القائد العام لقوات الشعب المسلحة عبد الفتاح البرهان وأركان حربي، ونحيي قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وكل القوات المساندة، القوات المشتركة والبراؤون والدرع السودان وكل المستنفرين الذين يجاهدون الآن في الصفوف الأمامية لحماية أرضنا وعرضنا. هؤلاء هم الذين قاتلوا وضحوا بدمائهم وبأرواحهم ليحموا السودان. يخرج علينا بعض يعني صعاليك هذا العصر، يعني أسميهم هكذا، الذين ليس لهم إلا ولا ذمة في السودان غير الدمار والخراب، ليقولوا للشرطة السودانية انتوا كنتوا وين؟ وكأنهم ما شافوا الشرطة السودانية وهي تقاتل والاحتياط المركزي دفاعا عن السودان وأرضه، وكأنهم لم يروا الجيش وهو يموت ويستشهد منه أفراد كل يوم، وكذلك جهاز الأمن والمخابرات. أنا حقيقة بتمنى على حكومة الأمن إنه نحن في هذا الظرف ممارسة السياسة الداخلية هي نوع من الرفاهية. نحن لا نملك هذه الرفاهية الآن. نحن الآن في وضع مأساوي. نحن بلدنا تتعرض لمؤامرة ضخمة، مؤامرة يعني من كل أنحاء الدنيا، ولا بد من حماية هذا البلد من هذه المؤامرة. ما عندنا وقت الآن لشعارات جوفاء تخدم الأجنبي وتخدم المرتزق وتخدم كل من يريد أن يهدم بلدنا. وحقيقة الرجاء إنه يعني دولة رئيس الوزراء، وأطلب هذا شخصيا منهم، لا بد من تفعيل القوانين الرادعة في وجه هؤلاء الذين يريدون هدم البلاد من الداخل، الذين يعيرون القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز الأمن ويسبونها. وواحد يصل مرحلة يقول له المرة القادمة أنا معي الكلاش. يعني نحن بعد القوات المسلحة بعد ما حررت الخرطوم وحررت الوسط، والآن تحرر في كردفان ودارفور، لا نحتمل، والدولة لا تحتمل قيام هجوم مسلح من داخل العاصمة. وهذا ليس مزاحا يعني. وإذا تركنا له الحق على القائم سيأتي يعني في مقبل الأيام بكلاشي. فنتمنى يعني المسألة دي تعيد النظر فيها، ودي ما مسألة حرية. أنا لا أعتبر هذا حرية، لا هي حرية سياسية ولا حرية هي شخصية، هي مؤامرة على الدولة. هؤلاء خلايا نايمة، وجزاكم الله خير. مع سيادتك تماما، وأبدأ من آخر نقطة: تفعيل القوانين الرادعة. الآن تمت إجازة قانون
معلوماتية. وأنتم يعني الذي يحدث في الوسائط هذا لا يحدث في أي بلد في العالم، لا في مصر لا في تركيا، مباشرة وفي دقائق معدودات يحاكم من يسيء للدولة أو للقانون. الآن القوانين فعلا قانون صدر، ويتبقى بس إجازته من مجلسين، مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ومطمئنا أنه ماشيين، لأنه حتى الصبر بلغ السيل الزبر، وأنا أتفق معك تماما في هذا التحليل. هناك منصات إعلامية مدفوعة الثمن، هذا يعني صار الكلام يا اخواننا معروف للقاصي والداني. منصات إعلامية مدفوعة الثمن لمحاربة الدولة السودانية، لكن نحن بكل الإمكانات الموجودة نحاول أيضا ردع هذه المنصات الخائنة والنائمة، وأحيانا للأسف التي تأتي من أبناء الوطن أنفسهم. طابور الخامس والخونة، أقول مباشرة، وهم يعرفون أنفسهم، هم يعرفون أنفسهم، الذين باعوا أنفسهم بثمن بخس. فبهذه المناسبة نحن أيضا نهني ونثمن الدور العالي الكبير للقوات المسلحة وما فعلته القوات المسلحة. نصنف هذه القوات المسلحة الجيش السوداني من أقوى الجيوش الموجودة في العالم، رضي من رضي وأبى من أبى، والحق كرب وفر. أما القائد العام القوات المسلحة فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فهو أشجع قائد عسكري على الأرض الآن بالتضحيات التي قام بها وبقيادة القوات المسلحة إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع الذي نحن فيه. نحيي قواتنا المسلحة، نحيي قوات الشرطة التي تسهر على أمن المواطن، جهاز المخابرات العامة الذي يؤدي دورا كبيرا، قوات المساندة، قوات المشتركة، مستنفرين، وكل من دعم هذه المعركة الوجودية بقلمه أو ماله أو فكره. جيش واحد شعب واحد، 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 جيش واحد شعب واحد. شكرا جزيلا.